بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن شاء الله راح نشرح الدرس 19، درس الإسلام وصلاح البشرية للصف السابع. إن شاء الله راح يكون درس سهل، راح ألخص لكم إياه بشكل مبسط، وراح أعمل نظام أول شيء شرح بعدين أسئلة. من عنوان الدرس انه هنا الاسلام وصلاح البشريه، يعني كانت البشريه تعاني من فساد وفواحش، والاسلام ازال تلك الفواحش. الان مقدمه بسيطه. قريش والعرب كانوا بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الأوثان يعني الأصنام. مثلا مكة كانت تعبد صنم اسمه هبل. الطائف كانت تعبد صنم اسمه اللات. كان حوالين الكعبة 360 صنم. كان حوالين الكعبة 360 صنم. غطفان كانت تعبد صنم اسمه العزة. أيضا كان هناك تجار لصناعة الأصنام. فمثلا عمرو بن الجموح صحابي وبشرى بالجنة، قال روى عن نفسه أنه صنع تمثال أو صنم من خشب وعبده. فكانت العرب كانت تعبد الأصنام، كانت تعبد الأصنام بشكل كبير. أيضا ما كانت عليه العرب قبل الإسلام أي القمار أو الميسر. القمار هو أن يشترك اثنين، يعني يدفع كل شخص مبلغ، والفائز يحصل على المبلغ بالكامل، وهذا قمار، وهذا محرم في الإسلام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا كله سببه العداوة، هذا بسبب العداوة والبغضاء. أيضا كانت تقع فيه العرب وتفعله قبل الإسلام الربا، وما زاد على أصل الدين. يعني فيش تروح تدين 100 شيكل ترجع 100 شيكل، لا، بدك تدين 100 شيكل بدك تسد 110 شيكل أو سد 120 شيكل، هذا ما زاد على أصل الدين. وهان ليس البيع كالربا، ليس البيع كالربا. أيضا كان منتشر في عند العرب قبل الإسلام الزنا. كان الرجل يتزوج من ابنته، أو كان هناك في مكة غرف مخصصة للزنا بالأجرة، وهذا كله كان قبل الإسلام. أيضا كان هناك العرب كانت تفعلها هو وأد البنات. كانوا يدفنوا البنت حية، كانوا يدفنوا البنت حية مخافة العار أو مخافة الفقر، أو يقولوا أن الله يخلف بنات، فلا يجوز لنا أن نخلف بنات، فكانوا سبب ذلك أن يدفنوا البنات، وهذا كانت تقوم به العرب. أيضا العصبية القبلية، وكانت قبل الإسلام كان هناك حروب تصل لسنوات كبيرة بسبب مشكلة بسيطة، مثلا حرب البسوس. قيام بنو بكر، رئيس بنو بكر، بقتل ناقة البسوس بن تغلب. فمكثت الحرب 40 سنة، مكثت الحرب 40 سنة عشان قتل ناقة. أيضا كانوا يمنعوا النساء من الميراث، كانوا يمنعوا النساء من الميراث. كان إذا مات الرجل جاء أخوها وجعلها خادمة، جعل زوجة أخوه خادمة، وأخذ كل مالها. هذا كله يا طلاب قبل الإسلام. الفرس كانت تعبد النار، كانت تعبد الشمس، كان هناك إله للخير وإله للشر، فأيضا كانت تعبد الأصنام. الروم صحيح انه كانت مسيحيه وعادين عيسى المحرف بعد ما حرفوه. كان ايضا من العادات التي كانت تزل للمراه وليس للمراه قيمه، ان السيد اذا مات جعلوا الخادمه، قتلوا الخادمه ودفنوها في مكان قبر سيدها، وذلك حتى يستأنس بها سيدها، حتى يستأنس بها سيدها. أيضا كل ذلك حدث قبل الإسلام. أيضا هناك خرافات فعلتها العرب، منها حدوة الحصان، أن تجلب الحظ. مثلا الخرزة الزرقاء كانت لمنع الحسد. كان قطعة الطين أو قطعة العجين كان تضعها الزوجة على باب غرفة ابنتها العروس، حتى يتم الالتصاق بين الزوجين، حتى لا يطلقوا بعضهم بعضا. كانوا أيضا يقولوا على القطة السوداء أنها شيطان. كانوا يحرقوا الشعير إلى مخافة الحسد أو إزالة الحسد. كانوا يقولوا أن الذي ينظر إلى المرآة تسرق المرآة روحه.
كانت تقول أيضا أن فضلات الطيور إذا سقطت على كتف إنسان ذلك يجلب الحظ. هذا كله إيش؟ كله من الخرافات. كان يقول مضغ من العادات، من الخرافات الحديثة: من فتح مظلة في بيته دلالة على حظ سيء، من مضغ علك في الليل دليل ونذير شؤم. هذا كله من الخرافات. فجاء الإسلام، جاء الإسلام ومنع وحارب تلك الوثنيات والربا والزنا ووأد البنات والخرافات. منها ما وضحه الصحابي جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب قال كلام جميل. قال للنجاشي أصحمة، النجاشي ملك الحبشة: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. كان يصف حال العرب، كان يصف حال العرب قبل الإسلام. كانوا قوما أهل جاهلية يعبدوا الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء للجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا كذلك على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد ونحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، يعني عبادة الأصنام. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. هذا كله إيش؟ ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش. هذا قول مين؟ جعفر بن أبي طالب. يعني هنا بيجي هنا سؤالين، بحكي لك ما هو وصف جعفر بن أبي طالب حال العرب قبل الإسلام؟ تحكي له كانوا يعبدوا الأصنام، ويأكلوا الميتة، ويأتوا بالفواحش، ويقطعوا الأرحام، ويسيئوا للجوار، ويأكل القوي منه الضعيف. طيب لو بيجي سؤال تاني: من القائل؟ أيها الملك كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. إحنا بنحكي له الجواب جعفر بن أبي طالب. هي النقطة الأولى، وهي حال العالم قبل الإسلام. الآن في هنا شيء مهم: أثر الإسلام على البشرية. إيش الإسلام سوى للبشرية بعد ما كان في هناك عبادة أوثان وفواحش وغيره؟ أول أثر في المجال العقدي، والعقد يا طلاب المجال العقدي هو العقيدة. إيش العقيدة؟ العقيدة بأبسط صورة. الآن هل نحن رأينا الله؟ لا. هل نحن رأينا الملائكة؟ لا. هل نحن رأينا النار؟ لا. هل رأينا الجنة؟ لا. فكل ذلك من إيش؟ من الغيبيات والسمعيات التي سمعناها من النبي ولم نراها. فهذه تلك العقيدة، هذه العقيدة التي آمنا به ولم نراها، التي آمنا به ولم نشاهدها بأعيننا. فهذا الطلاب، هذه هي العقيدة. ما هو أثر الإسلام على البشرية في المجال العقيدة؟ أول شغلة تحريم عبادة الأوثان. تحريم عبادة الأوثان. والأوثان يا طلاب هي إيش؟ هي الأصنام. تحريم الوثنية أو تحريم عبادة الأصنام. 2، تحرير العقل من الخرافات والأوهام. وحكينا إيش الخرافات كانت تعملها العرب. ممكن هنا يجي سؤال: ما هو أثر الإسلام على البشرية في المجال العقدي؟ بتحكي له تنتين: تحريم الوثنية أو الأصنام، 2 تحرير العقل من الخرافات والأوهام. ممكن يجي سؤال صح وخطأ: انتشرت الخرافات عند العرب قبل نزول الإسلام؟ نعم صح، كان فيه خرافات قبل الإسلام. طيب سؤال تاني: اقتصر الشرك قبل الإسلام عند العرب فقط؟ لا، ما كان الفرس كانوا يعبدوا النار، كانوا يعبدوا الشمس، هذا أيضا شرك. فهذا خطأ. اقتصر الشرك قبل الإسلام عند العرب فقط، هذا خطأ، هذا خطأ. الآن النقطة الثانية: أثر الإسلام على البشرية في المجال المعرفي. أول شغلة: دعانا الإسلام على اتباع البرهان. ممنوع حد يتكلم إلا بالدليل والبرهان والنظر الصحيح. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما تتكلمش إلا ما تجيب دليلك. طيب 2، نهى الإسلام عن التقليد الآباء، تقليد الأعمى. ما ينفعش مثلا لاعب راح يعمل قصة معينة تروح نقلده، ما ينفعش راح لبس بنطلون ممزوع نروح نقلده، ما ينفعش مثلا واحد كافر عمل شغله نروح نقلده. هذا نهى عن تقليد الآباء والأجداد والتقليد الأعمى بغير دليل. 2، من المجال المعرفي أيضا عدم اتباع الظن، النهي عن اتباع الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن يا طلاب هو إيش؟ هو أكذب الحديث، الوسواس. تقول مثلا ليش صاحبي يعمل هيك، معقول بكرهني، معقول بحبنيش. هذا كله ظن، وهذا ما ينفعش، لا يغني من الحق شيء. أيضا أثر الإسلام في المجال المعرفي على البشرية الدعوة إلى التثبت في الأحكام. ممنوع تتكلم إلا بعلم وبرهان ودليل.
اثنين، رفع قيمة العلم والعلماء، رفع قيمة العلم والعلماء. قال تعالى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأنا بيجي أسئلة بحكي لك ما هو أثر الإسلام على البشرية في المجال المعرفي؟ بتحكي له يذكر 2 أو 3: رفع قيمة العلم والعلماء، النهي عن التقليد الأعمى، النهي عن اتباع الظن، الدعوة إلى النظر الصحيح، والبرهان في الأمور. بيجي سؤال تاني، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني معنى الآية ولا تتبع ما ليس لك به علم يدل على أثر الإسلام للبشرية في مجال إيش؟ ولا من نفس الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. علم إذن الجانب المعرفي. هاي من كلمة العلم عرفنا أنه الجانب المعرفي. قال تعالى طيب وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا يدل على أثر الإسلام للبشرية في المجال إيش؟ قل هاتوا برهانكم. برهانكم حكينا هنا إيش؟ اتباع البرهان والدليل. هنا بالمجال أيضا المعرفي. النقطة الثالثة هو مجال تكريم الإنسان وحفظ حقوقه. يعني ما هو أثر الإسلام في مجال تكريم الإنسان؟ أول شغلة أكد الإسلام على كرامة الإنسان واحترامه. للإنسان له كرامة وحقوق واحترام. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. 2، المساواة. كل الناس فيها سواسية بين الناس، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. شايفين كيف؟ أيضا تكريم المرأة ومنح الحقوق الكاملة. إحنا بنعملها زي العرب في الجاهلية أو الغرب اللي مش معطين المرأة كرامتها. المرأة في الإسلام عندنا كالجوهرة، نهتم بها ونحفظها ولا نريد أحد أن يعيبها بعيبة واحدة. فالمرأة منحها الإسلام كامل الحقوق. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لم يقل فقط ذكر، قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أيضا من أثر الإسلام في مجال تكريم الإنسان أنه وضع له حقوق كاملة، ذكرت حقوقه منذ نزل القرآن. وما قالوه الغرب في سنة 1949 عندما وضعوا كتاب حقوق الإنسان ما أخذوه إلا من الإسلام. كل الحقوق التي ذكروها في كتابهم حقوق الإنسان سنة 1949 ما أخذوا تلك الحقوق إلا من القرآن الكريم. عشان هيك ممكن يجي سؤال صح وخطأ. قرر الإسلام بعض حقوق الإنسان وأكملته منظمة الأمم المتحدة. هذا خطأ. الإسلام قرر كل حقوق الإنسان وأخذته منظمة الأمم المتحدة من القرآن، أخذت حقوق الإنسان. يعني أنا بيجي سؤال أيضا، ما هو أثر الإسلام في مجال تكريم الإنسان؟ إحنا بنحكي حفظ كرامة الإنسان والمساواة والكرامة ومنع الاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض. ممكن يجي سؤال صح وخطأ. من حقوق الإنسان اختر من حقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، المساواة، منع الاعتداء عليه، وجميع ما ذكر. طيب صح وخطأ. قرر الإسلام بعض حقوق الإنسان وأكملته منظمة الأمم المتحدة. خطأ. قرر الإسلام كل حقوق الإنسان. ممكن يجي أيضا سؤال صح وخطأ. من آثار الإسلام على البشرية في مجال تكريم الإنسان تحريم الاعتداء على أمواله. صحيح. هذا في مجال تكريم الإنسان. أثر البشرية أو أثر الإسلام على البشرية في مجال تكريم الإنسان. نذهب إلى المجال الرابع وهو المجال الأخلاقي. إيش أثر الإسلام في المجال الأخلاقي؟ أول شغلة حرم الفواحش. الإسلام حرم الفواحش من قتل وزنا وخمر. طب لماذا يأتي هنا سؤال علل؟ لماذا حرم الله القتل؟ لأنه اعتداء على النفس. أنت كيف تقتل واحد ثاني؟ هذا اعتداء على النفس. بيجي سؤال علل. لماذا حرم الله الزنا؟ لما فيه من دمار للأسرة واختلاط الأنساب وانتشار الأمراض. ما ينفعش الواحد مسلم يزني، لازم يتبع الطريقة الصحيحة وهو الزواج. أيضا لماذا حرم الله الخمر؟ علل. حرم الله الخمر لأنه اعتداء على العقل، والخمر تذهب العقل. هذا في المجال الأخلاقي. ممكن هنا يجي سؤال، ما هو أثر الإسلام في المجال الأخلاقي؟ بتحكي حرم الفواحش، دعا إلى الفضيلة، منع كل صور الذل والهوان للمسلم. طيب للإنسان ممكن يجي سؤال، لماذا حرم الله القتل؟ لماذا حرم الله الإسلام؟ لماذا حرم الله الخمر؟ هذا كله أخذنا. إيش أهمية الإسلام للبشرية؟ أهمية الإسلام للبشرية. أهمية الإسلام للبشرية ممكن يجي سؤال حتى نتمكن من حمل رسالة الخير إلى البشرية وإقامة مجتمع مسلم. يعني الإسلام جاء للبشرية حتى نحمل رسالة الخير للمجتمع كله، البشرية كلها، وإقامة مجتمع مسلم. هيك بكون إحنا خلصنا شرح الدرس. السؤال الأول هنا، أبين حال البشرية قبل البعثة. حكينا كانت منتشرة
كانت منتشرة عبادة الأصنام والقمار والربا والزنا ووأد البنات والعصبية القبلية ومنع حقوق المرأة ومنعها من الميراث. طيب، وضح أثر الإسلام على العرب كما بينه جعفر بن أبي طالب. أثر الإسلام على العرب، حكينا إنه كان منتشر في العرب الوثنيات والأصنام وانتشار الفواحش وسفك الدماء واحتقار المرأة وشرب الخمر. فجاء النبي ودعا إلى عبادة الله وترك الأصنام وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وكف الأذى والنهي عن الفواحش وقول الزور، منع قول الزور ومنع أكل مال اليتيم. هذا كله الإسلام دعا لها. أنا بحكي لك أوضح أثر الإسلام على البشرية في مجال المعرفة. حكينا في المجال المعرفة إنه هنا دعا إلى احترام العلم، تقدير العلم والعلماء. 2، النهي عن التقليد الأعمى والنهي عن اتباع الظن والدعوة إلى النظر الصحيح والبرهان والدليل. طيب، ما هو أثر الإسلام على حقوق الإنسان؟ أثر الإسلام على حقوق الإنسان هو جعل المساواة الإنسانية وحفظ كرامة الرجل والمرأة أيضا، ومنع الاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض. السؤال الرابع، استنتج من النصوص ما تدل عليه في مجال فضل الإسلام على البشرية. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا مجال المعرفة. قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، يعني الناس من بني آدم، من آدم، وخلق الله آدم من تراب. هذا دليل على المجال الأخلاقي. على المجال الأخلاقي يقول بر تقي، الناس رجلان، بر تقي وفاجر شقي. هذا الجانب الأخلاقي. وضح أهمية الإسلام للبشرية، أهمية الإسلام للبشرية حتى نتمكن من حمل رسالة الخير لجميع البشرية وإقامة مجتمع مسلم صالح. هيك طلاب، احنا خلصنا شرح الدرس وأسئلة الدرس. يلا، كان معكم الأستاذ سلامة أبو نعمة.